العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإلكترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستلوى معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فرع الثروة البحرية بإقليم شمال البحر الأحمر يعمل بقوة لتوفير الثلوج. الناشطات في تنمية البساتين يحصلون إنتاجا وفيرا بمديرية أفعال. انتشار مياه الشرب يرتفع بنسبة 67% بفرع. بدأ عملية إنقاذ 100 الطالبات وطفل من مدرسة بنيجيريا. مقتل 18 عناصر أمن بدولة مالي في يونس. مكتب الحالات الفيدرالية يضع 15 مليون على قائمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تقوم وزارة الثروة البحرية بجهود حثيثة لتوفير متطلبات الصيادين المختلفة من مبردات السمك وأدوات الصيد وغيرها، وقد عملت لسد طلبات الثلج للصيادين بإقليم شمال البحر الأحمر. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي بصوت الزميل أمير عثمان. صرح فرع الثروة البحرية في إقليم شمال البحر الأحمر عن تسيير أعمال جادة لتوفير الثلوج تلبية لمطالب الصيادين الناشطين في شواطئ وجزر مديريات مصوع وفورو وقلعلو ودهلك. وأوضح مسؤول استثمار الثلوج في الفرع السيد حامد إدريس بأن هذا المجال شهد استثمارا ضخم خلال سنوات الاستقلال، ساهم في إنشاء 3 شركات لإنتاج الثلوج، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة إنتاج الثلوج من 20% إلى 76%، ولعب دورا كبيرا في تطور أنشطة الصيد وكمية الأسماك وجودتها. وذكر السيد حامد أهمية توفير متطلبات الثلوج لإيصال الأسماك مستوفية الجودة العالية والمستوى المطلوب إلى الأسواق، إلى جانب الدورات التدريبية المنتظمة لانتقال الصيادين التقليديين إلى مستوى الصيد العصري، وكذلك توزيع المضخات وشبكات الصيد المقدمة لهم على شكل قروض لتطوير أنشطتهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى المحقق حتى الآن في هذا القطاع لا يستهان به. وذكر السيد حامد بأن البرامج المنفذة لتطوير الصيادين من حيث القدرات وأدوات الصيد وأعمال الصيد الجارية بطرق تقليدية وعصرية خلال العام الماضي ساهمت في صيد حوالي 1700 طن. ومع تطور أنشطة الصيد يتطلب نمو إنتاج الثلوج، لذلك وضعت وزارة الثروة البحرية برنامجا لإنشاء شركتين بهدف توفير وإنتاج الثلوج مستقبلا، موضحا بأن الوزارة تبيع كيلو الثلج المطحون بنقفة 20 سنتيما تشجيعا وتحفيزا للصيادين. وذكر الصيادون بأن الدعم والتشجيع وكذلك إتاحة فرص تقديم القروض التي تقدمها لهم وزارة الثروة البحرية ساهم في حل مشاكلهم وساعد في تطوير أنشطتهم، مؤكدين بأنهم لمسوا نتائجا ملموسة ساعدت في سد الأسواق وتحسين حياتهم المعيشية. وتوضح مستندات وزارة الثروة البحرية توزيع القوارب وزوارق الصيد وشبكات الصيد وغيرها من أدوات الصيد على شكل قروض للصيادين تقليديين بقيمة 151 مليون نقفة ما بين عام 1994 وحتى 2016. أوضحت النساء العاملات في تنمية البساتين في قمج وبمديرية أفعبت إنتاج محصول وفير من الزراعة المروية التي يقومن بها على ضفاف وادي موقع منذ 10 سنوات. وذكرنا الانتقال من تنمية الخضروات إلى تنمية الفواكه، ويقومن حاليا بزراعة أشجار الفواكه والتمر، داعية مكتب وزارة الزراعة في مديرية أفعبت التعاون لتقديم المتطلبات الأساسية. وأشرنا إلى العمل أيضا لتربية المواشي لإيجاد دخل إضافي، مناشدات خبراء الزراعة لتقديم النصح والإرشاد لتطوير نشاطهن. وأشاد مدير ضاحية قمج ومساعد مدير ضاحية قلبوب بالنشاط النموذجي للنسوة لتوفير متطلبات أسواق المنطقة من الخضر والفاكهة. ويقوم أكثر من 120 مزارع بتنمية البساتين على ضفاف وادي موقع.
أكدت المعلومات الواردة نقلا عن إدارة مديرية فورو بأن المساعي الحثيثة الجارية لحل مشكلة مياه الشرب في ضواحي ومناطق المديرية أثمرت برفع نسبة مياه الشرب الصالحة إلى 67%. وأوضح مسؤول المشاريع ومتابعة المناطق في المديرية السيد قبريوت قبرز قابير أن الحكومة شهدت مشاريع مياه رئيسية تعمل بالطاقة الشمسية والمضخات في مناطق روربية وقلل عنده ولحزين وإفتا وزولة وكادرة وإرافايلة وأيروميلة، فيما تحصل مناطق فرو ومالكا وقوعة خدمات المياه الصالحة للشرب من وادي ويعة عن طريق الأنابيب، ولم تحل إلى الآن مشكلة مياه الشرب الصالحة لمناطق داقعة وديعت وقبقب وأسانا الكائنة في المناطق الجبلية. وذكر السيد قبريوت أن زيادة الملوحة في المياه الجوفية أدت إلى حصول ثلث مناطق المديرية على مياه شرب نقية، ولحل هذه المشكلة تجري عملية تفاكرية وتفاهمية مع قسم المياه، فيما تبذل مساعي جادة لإدخال خدمات مياه إلى المناطق الجبلية من وادي حداس أو البحث عن خيارات أخرى، داعيا الجهات المعنية للدفع بقوة لتجميع القرى المتناثرة من أجل إيجاد حلول دائمة. وأشار السيد قبريوت فيما يتعلق ببرامج عام 2021 إلى تقرير مشروع مياه إيرامايلة إلى طاقة شمسية ووضع خطة لتعويض ملوحة مصادر المياه منطقة إرافايلة، مناشدا المواطنين لممارسة سبل جيدة تساهم في الحفاظ على مشاريع المياه المشيدة والإدارة الرشيدة للمياه. ويقطن مديرية فرو التي تبلغ مساحتها 6375 كيلومتر مربع يقطنها 44,000 نسبة في 58 منطقة ب15 ضاحية. تساهم أنشطة النظافة المنتظمة التي يشهدها مستشفى ورثة المرجع الوطني في تأمين صحة المستفيدين من خدمات المستشفى. وذكر كل من مسؤول قسم حالات الطائرة الدكتور هبتسلاسة إيوب وطبيب الأمراض الباطنية الدكتور أبيل هبتون في حملة النظافة التي نظمت في 27 من فبراير، انطلقت من مفهوم الدور البارز الذي تلعبه النظافة البيئية والشخصية للحد من الأمراض المعدية. وأوضح تنظيم حملة النظافة أسبوعية في المستشفى وخاصة الغرف المكتظة، خاصة غرف معالجة المرضى، نظرا لأهمية النظافة في تأمين صحة المواطنين. من جهته قال مسؤول الإدارة والمالية للمستشفى السيد تخلا مريم أمر أن حملات النظافة الجارية هي استمرار لبرامج النظافة التي تشهد حملات توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام وظلت تسجل نتائج فعالة على أرض الواقع. سيداتي سادتي، ننتقل إلى فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلن الناطق باسم شرطة ولاية زامفارا النيجيرية محمد شيهوف إطلاق عملية أمنية بالتعاون مع الجيش لتحرير 317 طالب خطفنا من مدرسة شمال غرب البلاد. واقتحم عشرات المسلحين مدرسة الثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانجيبي في ولاية زامفارا، حسب ما أفادت الشرطة وسكان محليون لوكالة فرانس بريس. ويشكل الحادث ثالث واقعة لخطف الطلاب في أقل من 3 أشهر، ويعيد إلى الأذهان خطف الطالبات في دافيتشي وشيبوك على يد متطرفين قبل 7 سنوات، ما أثار صدمة في العالم. وفي ديسمبر الماضي خطف أكثر من 300 فتى من مدرسة في كانكارا مسقط رأس الرئيس محمد بوخاري في ولاية كاتيانا فيما كان يزور المنطقة، وأفرج عنهم لاحقا. قتل أكثر من 8 عناصر أمن ماليين في هجوم على مركز للأمن الوطني خارج بلدة بانديغارا في وسط مالي، حيث تنشط جماعات متطرفة وفق ما أعلنت مصادر أمنية ومحلية. وقال مصدر عسكري وقوع هجوم على مفرزة درك بانديغارا من قبل مسلحين مجهولين، والحصيلة المؤقتة هي 8 قتلى و9 جرحى، من بينهم 5 في حالة خطيرة. وقال أداما ديونوكو وهو مسؤول مدني في البلاد
أن تبادل إطلاق النار تواصل لأن المهاجمين أتوا بأعداد كبيرة. وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI على قائمة المطلوبين لديه 15 مواطنا روسيا بموجب مذكرات توقيف فيدرالية صدرت بحقهم بتهم تتعلق بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. ونشر المكتب في موقعه على الإنترنت صور أسماء المطلوبين واتهمهم بالقيام بإجراءات تهدف لزعزعة الثقة في السلطات الأمريكية ومؤسساتها والتدخل في النظام السياسي الأمريكي بما في ذلك الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ومن بين أبرز المطلوبين رجل الأعمال يفغيني بريغوجين القريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤسس شركة فاغنر المتهمة بتنفيذ عمليات عسكرية في مناطق عديدة بالعالم. شقت الأفيال المزينة بالملابس الملونة والزخارف والأضواء طريقها في شوارع كولومبو بسريلانكا في مهرجان سنوي يقام منذ عقود. وبدأ الموكب من معبد غانغرامايا البوذي من قبل رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباسكا قبل أن ينطلق في طريق العرض مع الموسيقى والراقصين وعشرات الأفيال. وعادة ما يجذب الحدث حشودا من الزوار المحليين والأجانب، لكن كان هناك عدد أقل هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا. كما تم اختصار العرض من المسار المعتاد البالغ طوله 3.5 كيلومترات. بهذا وصلنا إلى نقطة الختام. في أمان الله وحفظه.